السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. بقاو معايا نكتشفوا المقادير وطريقة التحضير. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. عندي صدر ديال الدجاج نقطعته شرائح على هذا الشكل هذا. صافي غادي نتبلهم بواحد شويه ديال الملحه على حسب الذوق. طبعا صدر ديال الدجاج انا غسلته، الا كان عندكم قبل من الاحسن انكم ترقدوه تبيتوه مرقد في الحامض كيجي هشيش. صافي وضفت عليه شويه ديال البزار، تقريبا نصف معلقه صغيره ديال البزار، واحد معلقه صغيره ديال التحميره، واحد شويه ديال الزعتر. صافي وغادي نخلطهم مزيان. وغادي نخليهم على جنب تقريبا واحد نصف ساعه حتى يشربوا ديك الاقامه تاعتهم. صافي غادي نحتفظ به على جنب. وبالنسبه للخضر انا عندي هنايا واحد جوج بطاطات وجوج خيزوات انا غادي نسلقهم، وعندي شويه ديال القزبر والمعدنوس. غادي نسلق الخضره ونرجع نكمل معاكم. صافي بعد ما تسلقات انا هنايا جبت واحد الصح اللي غندخلو الفران، دهنته بشويه ديال الزيت، ستفت عليه دوك الصدور ديال الدجاج. دابا غادي ناخذ ديك البطاطا غادي نحكها في الحكاكه الغليظه. غنحك البطاطا وخيزو. صافي غادي نحك خيزو حتى هو في هذه الحكاكه نفس الطريقه. صافي غادي نضيف داك قزبر ومعدنوس. عندي واحد شويه ديال الجبن احمر حتى هو حكيته، واحد معلقه كبيره ديال المايونيز، وغادي نضيف واحد الدامه ديال الثومه. الا عندكم ثومه بودره ديروها، ما كايناش نديروا واحد الفص ديال الثوم نحكوه ونضيفوه. ندير قليل من الملح فقط لان عندي ديك الدامه كتكون شويه مالحه. غنضيف شويه ديال البزار، ومن بعد غادي نضيف زيت الزيتون. صافي من بعد غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى تنسجم مع بعضها، وغادي نوضعها فوق الصدور ديال الدجاج على هاد الشكل هذا. كنحاولوا نبسطوها كامله على الصدر ديال الدجاج. صافي بعد ما وضعتهم انا زينتهم من الفوق بواحد شويه ديال المايونيز، ممكن ديروا الجبن. وغادي ندخلها الفران على 200 درجه، شعل عليها من الفوق ومن التحت. صافي كتوجد على هذا الشكل هذا. كيف ما لاحظتوا معايا قدموها بالصحه والراحه. ودابا غادي ندوزو للوصفه الثانيه اللي هي عباره عن عصير بدون فواكه. بقاو معايا شوفوا الوصفه. غنحتاجو لهذا العصير عندنا نصف لتر ديال الحليب، وعندنا واحد العلبه ديال فلون كراميل. انا هنايا استعملت فلون كراميل، ممكن تاخذوا نتوما اي نكهه كتفضلوا. صافي غادي نحضر الفلون بالطريقه العاديه. غنجيب الحليب، غادي نضيف عليه 3 معالق ديال السكر لاني عندي الفلون صغير. الا خديتو الفلون كبير هذاك تيكون فيه السكر، يعني بلا ما نعاودو نضيفوه. صافي تنضيف ديك العلبه ديال الفلون وتنخلط هاد المكونات مزيان. الحليب طبعا بارد.
صافي غادي نخلط حتى تنسجم لي العناصر ويذوب لي داك السكر، وغادي نوضعو على النار. صافي غادي نحرك حتى يسخن شويه الحليب باش ما يلتصق لياش في الاناء. طبعا البوطه غادي تكون النار غادي تكون متوسطه، وغادي نتسنى على داك الحليب حتى لمرحله الغليان. صافي وغادي كيف ما شفتوا معايا الحليب غادي وصل مرحله الغليان، غادي نبدا نخلط واحد شويه. صافي وغادي نطفي عليه، غنجيب واحد الاناء غادي نصب فيه الخليط ديالي، وغادي نتسنى عليه حتى ياخذ درجه الحراره الغرفه، ومن بعد عاد غادي ندخلو للثلاجه. الا كنا مزروبين نوضعوه في المجمد، ما كناش مزروبين عليه نوضعوه فقط في الثلاجه لتحت، وعاد نرجعو نكملوا باقي المراحل. صافي بعد ما برد انا غادي نجيب واحد الخلاط الكهربائي وغادي نضيف ليه هاد الفلون. عندي هنايا كاس ديال الحليب بارد حتى هو غادي نضيفو، وغادي نضيف واحد العلبه ديال الياغورت بنكهه الكراميل. طبعا لانني استعملت الفلون ديال الكراميل، الا استعملتوا الفلون ديال شي نكهه اخرى خذوا نفس النكهه بالنسبه للياغورت. صافي وغادي نطحن هاد المكونات مزيان. طبعا الا بغيتوا كميه اكثر ممكن تضاعفوا الكميه. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في التعاليق. كيجي على هاد الشكل هذا خاتر. بالنسبه الى بغيتوا اخف من هنا من هاد الخطوريه ممكن تضيفوا كاس اخر ديال الحليب. بالنسبه لي انا كنبغي العصير يكون شويه خاتر. بالنسبه لنصف لتر كيعطينا واحد الكميه معقوله. كيف ما قلت ممكن انكم تضاعفوا المقادير. وبهذا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى الاقتراحات ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوهم وردوا عليا في التعاليق، واللي ما مشاركش في القناه يشترك باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. شكرا على المشاهده، والى فيديو قادم بحول الله، ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير.